مفيش غيرها لما بكون محتارة. صينية التوفير بطعم وشكل خطير. صينية الكفتة دي يا جماعة حكاية، هتلم عليكي الشارع. حاجة كده تحفة، بيتحط فيها خلطة جبارة بتوصل الريحة لآخر الشارع، والطعم كمان بيبقى يجنن. مستحيل تفك منك، وبالعكس هتطلع كمان الكمية مضاعفة. طعمها حلو قوي وخطيرة، بتتاكل كده بالعيش أو بتتاكل جنب رز أصفر زي ما حضراتكم هتشوفوا. كل اللي هيدوقها عندك هيسألك على الطريقة. بجد يا جماعة جميلة جدا وما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق غويط كده هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، والخضار اللي عندي عبارة عن قرن من الفلفل الرومي الأخضر، قرن من الفلفل الرومي الأحمر، وبصلتين بحجم وسط. أول حاجة جبت الكبة بتاعتي وهضرب الفلفل كويس جدا. هفرم الفلفل يعني فرم ناعم. لازم افرم الفلفل الاول عشان الفلفل هو الحاجه الوحيده اللي انا هصفيها من الميه، لانه بينزل ميه كتير جدا. هصفي الفلفل كويس جدا. بصوا بعد ما اتفرم كده طبعا بيبقى بيدي ريحه وطعم ولون حلو قوي، بس انا مش عايزه الميه بتاعته عشان الميه بتاعته هتخلي الكفته بتاعتي تفك مني. هصفيه كويس جدا بالشكل ده، بضغط عليه بالمعلقه كده وبينزل كل الميه بتاعته كده زي الفل. هنزل بقى بالفلفل كده على اللحمه المفرومه بالشكل ده. بعد ما فرمت الفلفل كده هفرم البصلتين بتوعي فرم ناعم برضو، ومش هصفيهم من المية ولا اي حاجة. هاخد البصل كده بالمية بتاعته، هنفرمهم كده بالشكل دوت فرم ناعم جدا، وهنزل بالبصل كده زي ما هو. وعندي كمان بضاية كاملة بالشكل دوت هنزل بيها برضو بالشكل ده. البضاية هتخلي الكفتة بتاعتي متماسكة ومش هيبان خالص لا طعمها ولا اي حاجة. وهنزل كمان بنص كوباية من البقسماط، نص كوبايه بالشكل ده من البقسماط. هتشرب لي اي سوائل في اللحمه، وكمان هتضاعف لي الكميه. وجبت كمان حزمه من البقدونس، هقطع الورق بتاعها كده حتت صغيره وهحطها برضو على اللحمه. وده كيس من خلطه الكفته يا جماعه، بيودي الكفته بطعمها في حته تانية خالص. بيبقى عباره عن معلقتين كبار كده، هنزل بيه برضو على اللحمه المفرومه بالشكل ده. وكمان معلقه صغيره ممسوحه كده من البيكنج باودر. وتعالوا بقى نبدا نتبل. ملح، معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة كده من البهارات اللحمة أو البهارات المشكلة، رشة صغيرة خالص من جوز الطيب تقدري تستغني عنها لو انتي مش حباها، وكمان معلقة ونص كده من الفلفل الأسود، معلقة ونص صغيرين طبعا، ومعلقة كده من البابريكا المدخنة بتديني برضو طعم وريحة حلوة قوي، نص معلقة صغيرة خالص من الشطة. مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي وانا لسه ما خلطتش اي حاجة على بعضها. تعالوا بقى نعجن الكفتة ونخلطها على بعض ونعجنها عجن كويس جدا. ممكن تعملي الخطوة دي في الكبة، بس انا بعملها على ايدي علشان اوريكم كده كل حاجة تبقى قدام عينيكم. هعجنها بايدي كده وادخل كل المكونات في بعض بالشكل ده لغايه ما الكفته كده تنعم معايا وتبقى بتلزق، والانسجه بتاعتها تبان او الخيوط بتاعتها تبان بالشكل ده. ده معناه ان الكفته بتاعتك ناجحه جدا ومش هتفك معاكي ابدا. ممكن ادخلها التلاجة ترتاح كده 10 دقايق، بس انا كانت اللحمه بتاعتي اصلا ساقعه فما دخلتهاش التلاجة ولا اي حاجه، اشتغلت بيها على طول. جبت صاج كبير بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده، وهبدا انزل كده باللحمه بالشكل ده. هدهن طبعا ايدي زيت. بصوا اللحمه كانت لازقه في الطبق ازاي. هدهن ايدي زيت علشان اعرف افردها، علشان ما تلزقش في ايدي لازم ادهن ايدي زيت. طبعا لو عندك حته ليا مفرومه كده دخليها برضو مع اللحمه، هتديها طراوه كده وهتبقى حلوه قوي. هبدا اساوي اللحمه كده او اساوي الكفته بايدي بالشكل ده، يعني مش هصبحها ولا اي حاجه، هسويها كده بالشكل ده. بصوا خدت كده 3/4 الصاج زي ما حضراتكم شايفين كده. سويتها كويس جدا وبضغط عليها كده بالسباتولا، والسمك بتاعها يكون متوسط، مش عايزاها رفيعه. وهبدا كده اقطعها بالسباتولا بالشكل ده. هقطعها كده بخطوط كده متساويه بالطول الاول زي ما حضراتكم شايفين كده. هتطلع لي كده صوابع مربعه وهتكون حلوه جدا، وسمكها زي ما حضراتكم هتشوفوا. بقطعها كده بالطول بالشكل ده، وبعد كده ببدأ اقطعها كده بالعرض. ممكن اقسمها على 2، بس انا قسمتها على 3 علشان تديني كمية اكتر وبيبقى شكلها مظبوط اكتر كمان.
بصوا المنظر عامل ازاي، ولونها تحفة وريحتها كمان خطيرة. جبت بقى معلقة ودهنتها زيت، وهبدأ اعمل خطوط في الكفتة بالشكل ده، هتديها شكل حلو قوي. خطوط كده في الكفتة زي ما حضراتكم شايفين. طعمة قوي يا جماعة، بجد احلى من الكفتة بتاعت بره بمراحل. طعمها حلو جدا، جميلة ومغذية، فيها عناصر حلوة قوي مخلية ريحتها وطعمها وقيمتها الغذائية عالية جدا كمان. دلوقتي بقى جبت بقى خضار، والخضار ده كنت دهنة زيت بالفرشة كده، طماطم وفلفل كمان احمر، وكمان كان المفروض ان انا كمان احط بصلتين كده او ولا 3 بصلات صغيرين، بس انا نسيت ان انا احط البصل. كل الخضار ده هيتشوى مع الكفته. بتدخل الفرن على فرن ساخن على درجه حراره 220 لمده 30 او 35 دقيقه، مش بتحتاجي ان انت تشغلي الشوايه ولا اي حاجه، بتخرج معاكي زي الفل. ريحتها بقى في الفرن يا جماعه حكايه، ما بتاخدش منك وقت خالص، ولا بتحتاجي تغطي بفويل ولا اي حاجه. بصوا بقى الخضار المشوي ده في حته تانية خالص. بصوا يا جماعه السمك بتاع اللحمه حلوه جدا ومتماسكه، ريحتها تجنن، الخلطه بتاعتها جباره حلوه قوي. بصوا بقى ممكن تتاكل بالعيش كده ومعاها سلطه طحينه او سلطه خضراء. وكمان الخضار المشوي ده ما ننساش نحطه، لانه بجد بيبقى طعمه في حته تانية خالص، طعمه حلو قوي. بصوا بقى منظر الساندوتش كده خطير يا جماعه، والولاد بيفرحوا بالحركات دي قوي. والخلطه بتاعت الكفته كأن بتخليها مدخنه كده كانك حاطه لها فحم. وكمان عملت جنبها رز مبهر بالكاري والكركم اصفر كده خطير جدا، وبطاطس بقى شيبس كده ودلعي الولاد. حاجه كده وجبه سهله وسريعه ما بتاخدش وقت خالص، وكمان بتكفي عدد كبير من الاسره. بصوا السمك بتاع الكفته حلو ازاي، مظبوطه جدا. اتمنى يكون الوصفه النهارده والفيديو والطريقه عجبتكم، نفذوها يا حبايبي هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. ودوسي على كلمه متابعه ولايك للصفحه عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.